السلام عليكم. يبدأ الفيلم ديالنا مع واحد الأمير زوين عايش في قصر كبير. واخا عنده كل شي كان أمير أناني وشرير، فرض الضرائب على أهل القرية باش يعمر القصر ديالو بأحسن الحوايج وحفلاته بأجمل الناس. وفي واحد الليلة من الليلات مرا كبيرة وفقيرة دخلت عنده القصر باش تخبى من العاصفة اللي برا، وعطات الأمير وردة وحدة وضحك على الشكل ديالها حيت كبيرة مسكينة، ولكن حضراتو باش ما يتخدعش بالمظاهر حيت الزين كاين في الداخل ديال بنادم. وموراها تحولت المرأة لساحرة صغيرة وزوينة، وبدا كيطلب فيها الأمير باش تسمح له، ولكن كان فات الفوت حيت شافت باللي ما عندوش الحب في قلبه، وباش تعاقبو رداتو الوحش كيخوف ورمات سحر مجهد على القصر كامل وكاع اللي عايشين فيه. وفاتت ايام وسنين والامير والخدامين ديالو نساوهم كاع الناس لحقاش الساحره مسحت كاع ذكرياتهم من عقل الناس. والورده اللي عطاتو كانت ورده مسحوره، وباش يحيد اللعنه خاصو يحب الناس ويخلي الناس تحبه قبل ما تطيح اخر ورقه من الورده. ولكن هو فقد الامال، وشكون اللي غادي يحب وحش؟ وفي واحد القريه صغيره عامره بشويه ديال الناس كيفيقوا باش يقولوا صباح الخير. وهنا نشوفوا بنت سعيد اللي سميتها بيل، بنت مختلفة عن البنات كاملين، ويكون طايح في حبها غوستون وكيعشق فيها. وهنا نشوفوا باين بيل وهو في الطريق يهجموا عليه شي دياب، والعربة ديالو تهرس ويركب على العود ويهرب منهم ويدخل القصر باش يتخبى من العاصفة، وما يلقى حد لداخل ويمشي يدفي راسو حتى تبالو الطابلة ديال الماكلة ويجلس ياكل براحته. ولكن يسمع الكاس ديال اتاي يهضر معاه ويقول له ما تخافش بيا، ويقول له شكون قال لك خفت، ويضربها بهربه ما يشوفش موراه. وهو خارج يلقى في الجردة ورد زوين ويقلع ورده باش يديها لبنته، ولكن يشدو الوحش. وهنا العود يفك الحبل ويمشي يجري حتى يوصل عند بيل ويديها للقصر اللي فيه باباها. وقبل ما تدخل تهز معاها واحد العصا لحقاش شافت باللي شكل القصر كيخوف، وتسمع صوت باباها وتهز الشمع معاها وتلقى باللي باباها محبوس حيت شفر وردة. والوحش عاقبه بالحبس طول الحياة حيت حتى هو طرمات عليه لعنة بسبب وردة، وتطلب منه باش تدخل عند باباها لمدة دقيقة وتغفل باباها وتدخل هي في بلاصتو. ويقول له الوحش صافي ما غاديش نخرجها ويديه ويرميه برا القصر. وشويه تلقى الشمع يهضر معاها ويقول لها بلي راهم وجدوا لها بيتها، ولكن تخاف وتضربه بكرسي. وشويه تلقى حتى الساعه تهضر معاها وتقول وقيله هادشي عادي في بحال هاد القصر، وتمشي معاهم وتعرف باللي راها محبوسه في هاد القصر وتقدر تمشى في كاع البلايص الا جهه الغرب. ويديوها لبيتها وتلقى حتى الماريو كيهضر وتمشي باش تهضر مع المشطه ويقولوا لها باللي المشطه ما كتهضرش. وهنا يكون وصل باباها للقريه وقال لهم كاع داكشي اللي صرا ويطلب الناس باش يعاونوه، ولكن يتصدموا منه من يقول لهم باللي كاين عاصفه ديال الثلج وهما اصلا في الصيف. ويقول له غاستون انا غادي نعاونك. والوحش يشوف الخدامه كيوجدوا الماكله ليها ويقولوا له هما كيديروا هذا الشيء حيت تقدر تكون هذه هي البنت اللي غادي تحيد عليهم اللعنه. ويقول لهم هذيك غير بنت واحد شفار، ولكن يقنعوه باش يمشي ويجيبها تتعشى ويبداو يعلموه كيفاش يتعامل مع الناس الظريفين ويضحك في وجههم. ويمشي ويدير داك الضحكه الصفرة ديالو ويقول لها واش ممكن تجي تتعشاي معايا؟ تقول له واش انت مريض ولا مالك؟ تحبسني وموراها تقول لي روحي تعشاي معايا. ويتعصب ويغوت عليها ويقول لهم ما غادي تاكل والو من غير الا ما كلات معايا. ويمشي يشوف الورده اللي كطيح ورقه ورقه. وهنا تمشي عندها البريقه ديال اتاي تقول لها بلي هي بنت شجاعه حيتاش تحبست في بلاصه باباها وتقدر تقنعها باش تمشي تتعشى. ويبداو يوجدوا في العشاء ومور ما تكمل تمشي لجهه الغرب اللي كانوا مانعينها باش تمشي ليها، وتدخل وتلقى الوردة. وهنا الوحش يبدا يغوت عليها وتخرج تجري وتهرب ويشوفها الشمع ولكن ما يقدرش يريدها. وهي في الطريق يعرضوا لها شي ديوبة والعود ما يقدرش يجري بسبب الثلج، وتهود هي وتبدا تضربهم بواحد العمود ولكن يكون غادي ياكلها واحد الديب. وهنا يجي الوحش ويضربهم كاملين ويخافوا منه ويهربوا، وهو يطيح ويفقد الوعي ديالو. وهنا تهزوا على العود وترجعوا للقصر. وهنا يكون باباها تلف على الطريق ويكون غاصون معاه
ولكن ما يكونش متيقو وداير له الخاطر غير باش يزوجو ببنته. ولكن هو يقول له باللي بنتي ما غاديش تزوج بيك غير تهنى. وهنا غوستون يتعصب ويضربو ويربطو مع شجرة باش ياكلوه الديوبة. وهنا يكون الوحش فاق وفي بلاصة ما يشكرها بدا كيغوت عليها، وهي تغضب وتمشي وهما يشكروها في بلاصتو وتستغرب منهم وكيفاش مستحملينه وهو السبب اللعنة ديالكم. ويقولوا لها باللي هو واحد مزيان ولكن بابا هو سببه باش ولا شرير. ويقولوا لها من طيح اخر ورقة من الوردة غادي يبقى الامير وحش طول حياته، وحتى هما غادي يبقاو هكا. هنا تكون واحد المراه فايته بالصدفه تلقى باين بيل وتديه لدارها وتداويه وتوكلو. وهنا تكون بيل تقرالو واحد القصه من قصص شكسبير وتلقاه حتى هو عارف هاد القصه ويقول لها باللي قرا بالفلوس وفي مدارس كبار ويديها معاه لواحد المكتبه كبيره بزاف ويعطيها لها كهديه من يشوف عينيها غادي يخرجوا من بلاصتهم ويبداو يقربوا من بعضياتهم كتر وكتر. وهنا تعرف بيل باللي قلبه بيض وحنين وما بقاتش كتخاف به وبدات كتعاملو بحال الانسان وهو في الاصل انسان. ومع الوقت بيل نسات باللي راها محبوسه. وهنا يوريها واحد الكتاب سحري يقدر يديها لاي مكان ولاي زمان. وهنا هي تمشي للبلاصه اللي كانت فيها ماماها وتشوف راسها من كانت صغيره وتشوف ماماها قبل ما تموت. وهنا نشوفو غاستون ويتلاقى مع موريس باباين بيل في القهوه ويبغي يضربو ولكن ما يقدرش عليه. وهنايا يكون الوحش يشطح مع بيل وشويه ديال الرومانسيه وتقول له باللي باباها هو اللي علمها تشطح. ويقول لها الا كانت وحشاتو تقدر تشوفه وجاب لها مرايه سحريه باش تشوف بها باباها. وهنا تشوفو كيتضرب ويقول لها الوحش تقدري تمشي ويخليها تمشي عنده ويعطيها الحريه ديالها. ويتصدموا باللي خلاها تمشي وما غاديش تكون مجبوره تولي ويطلب السماحه منهم حيت ما غاديش يقدر يحررهم من هاد اللعنه. وهنا غوستون يدي باين بيل باش يرميه في سبيطار الهباله ولكن توصل بيل وتمشي باش تسلك باباها ويقول لها واحد باك قال لينا باللي كاين واحد القصر وساكن فيه واحد الوحش وتقول له بصح هادشي اللي قال راني جايه من تما. ومن ما يتيقوهاش توريهم التصويره ديالو في المرايه السحريه ولكن يخافوا منه وتقول لهم باللي هو ظريف بزاف. ولكن غوستون كيبدا يخوف فيهم ويقول لهم بلي هاد الوحش يقدر يقتلكم ويحبسها حتى هي مع باباها ويقرروا باش يمشيو يقتلوا الوحش. وهنا تقول لباباها الوحش خلاني نجي وهو ظريف بزاف وداني نشوف ماما وحيت باباها ذكي وفاهم حل قفل بسهوله. وهنا الساعه يقول الوحش بلي كاين شي ناس برا باغيين يهجموا عليه ولكن هو ما مسوقش الى مات حيت بيل مشات صافي مور ما وقع في الحب ديالها. وهنا يبداو الحوايج اللي في القصر يهجموا على القرويين وهما يخافوا منهم ويهربوا من القصر. وهنا يوصل غوستون عند الوحش ويتيري عليه بالقرطاس ولكن توصل بيل وتحيد له الكابوس. ويفرح الوحش من يشوف بيل ويمشي عند غوستون يضربوا ويخوفوا شويه ويخليه يمشي ويكون غادي عند بيل ولكن غوستون الحقير يتيري عليه القرطاس. وهنا غوستون يطيح به السقف ويموت يستاهل. وهنا يكون الوحش كيتنفس بصعوبة وصافي يطيح آخر ورقة من الوردة وهي تعترف له بالحب ديالها ليه. وهنا تجي الساحرة ويبداو كاع الحوايج يودعوا بعضياتهم ويتجمدوا في بلاصتهم وما يتحركوش. وهنا تجي الساحرة ومن تشوف باللي بيل كتبغيه ترجع كاع الورق للوردة من جديد ويبدا الوحش كيتحول لأمير زوين وتحيد اللعنة من القصر ويرجعوا كاع الحوايج للناس وتولي الفرحة للقصر والقرية كاملة. والنهاية القصة السعيدة وشكرا على المشاهدة وتسنوني فيديو جديد إن شاء الله.